بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام من كل مكان في العالم، النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا عن شكل ووزن وعمر الخروف اللي انت هتجيبه حاليا وتدخله دورة تسمين لعيد الأضحى. عشان في ناس كتير بتشتكي بتقولك الخروف ما بيحولش وما بيديش وما فيش تحويل، وانتم بتكذبوا عليه. وعشان برضك في ناس بتبيع لك الخروف وهتقولك هيطلع في العيد 80 و70 و90. انا هقول لك كلمتين وانت حر، والقرار قرار. النهارده ان شاء الله الايام اللي احنا فيها دي يعني باقي من 90 ل 100 يوم على عيد الاضحى المبارك. يعني معلش الفترة اللي باقية على العيد دورة بط، يعني اكنك عامل مزرعة فراخ او مزرعة بط وهتدخل دورة. تمام؟ يبقى انت كده بتزنق نفسك او زنقت نفسك. فانت حضرتك عايز تجيب حول النهاردة او عايز تجيب خروف يطلع معاك لحم كويس ومقبول على موسم عيد الاضحى. يبقى حضرتك وانت رايح تشتري الخروف في الوقت اللي احنا فيه حاليا لازم تجيبه عمر معين ووزن معين وشكل معين، عشان انت زنقت نفسك والوقت ضيق، وعشان تاخد تحويل ومناعة من الحولي اللي انت جايبه. حلو الكلام؟ انت جيت تشتري مني او نزلت تشتري من السوق او رحت تشتري من اي حد تاني انت عايز تاخد منه الحول النهاردة اللي انت هتجيبه وتسمنه لدورة عيد الأضحى المبارك من 7 شهور وانت طالع. تمام؟ رقم 1. رقم 2، وزن الحولي يبدأ معاك من 30 وانت طالع. ده رقم 2. رقم 3، الحولي يكون شبعان. يعني مش كل الغنم 30 كيلو ومش كل الغنم 7 شهور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معرفش. النضيف بثمن والوحش بثمن. امين؟ امين. يبقى حضرتك هتجيب اقل عمر معاك 7 شهور النهارده عشان يلحق يطلع معاك لحم، واقل وزن معاك 30 كيلو عشان ينهض يحول ويديك وزن حلو. تمام؟ والخروف يكون شبعان لبن. يكون شبعان لبن يعني يكون رضع ال3 شهور وزيد. تمام؟ ويكون خروف طري اخضر عشان يبقى التحويل بتاعه اليوم بتاعه بيومين. تمام؟ مثال زي الغنم اللي انت شايفها في الشاشة. الغنم اللي انت شايفها حاليا في الفيديو دي غنم برقي. تمام؟ وبالنسبة للبرق يا جماعة، عشان في ناس كتير عمالة تخبط، يا جماعة في برق حر وفي برق وطني وفي هلبي. تمام؟ البرق الحر من اول اسكندرية وانت طالع على فوق على مطروح ومدينة الحمام وبرامي والسلوم وحدود ليبيا. البرق الوطني من اول اسكندرية وانت نازل على الدلتا على تحت. تمام؟ كفر الدوار، حمص، محافظة البحيرة بحالها، ابو المطامير، طنطا، المنصورة. ده البرق الوطني. الخروف الهلبي اللي هو الاب البرقي والنتاية الفلاحي اللي هي البلدي او الرحماني او الاسيلي التهجيني يعني. تمام؟ انت جبت خروف هلبي يبقى انت عارف مصدره ايه. الاب بتاعه برقي والام بتاعته فلاحي يعني رحماني او اسيلي او بلدي. بيبقى الناتج بتاعهم خروف هلبي. مش معنى كده ان هو خروف وحش، لا، ده الخروف ده فيه ميزة. ميزة ايه؟ بياخد مناعة البرقي. تمام؟ وبياخد تحويل الفلاحي العالي. يبقى انت ضربت عصفورين بحجر. احنا كده خرجنا عن الموضوع بتاعنا. تمام؟ خلي الكلام ده في حلقة تانية. هكلمك يعني ايه هلبي ويعني ايه تهجين ويعني ايه انه الافضل وانه الاحسن. هنرجع بقى لموضوعنا. انت النهارده جاي تشتري حولي من عندي او من عندي غيري او من السوق. بنظرك هتجيب الخروف 7 شهور وانت طالع، وزنه 30 كيلو وانت طالع، خروف شبعان لبن، الظهر بتاعه عريض، ليته بيضاوي ماشيه مع جسمه. هتقول لي اعرفها ازاي؟ وقف الحولي قدام منك وظهره ليك. انت بنظرك كده الليه بتاعته
ماشيه مع جسمه، تمام، مش معديه العرقوب بتاع رجله الخلفيه، عشان لما تيجي في التسويق انا جيت اشتري منك او زبون يجي يشتري منك او تاجر جه يشتري منك ما يفطس البيعه، يقول لك يا عم روح تليته كبيره وبيه وعليه، تمام، يبقى الكيلو مش ايامها ب 120 ياخدوا منك ب 110 وب100 بسبب نيته، تمام. بس الغلط عند مين؟ عندك، وانت بتشتري مني خدت الحولي نيته كبيره، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انت رحت تشتري من اي حد الحولي تجيبه اللي هي الصغيره، الظهر العريض، القرن المفتوح، الصدر العريض، الاربع قوايم مفرودين تخام شبعان لبن، باين عليه ان هو ابن ناس، باين على الحولي ان هو ابن ناس. انا بكلمك بالفلاح وبالعربي عشان تفهم، تمام، عشان انا الكلام اللي انا بقوله في كل فيديو هو ده اللي بيحصل. لما اقول لك الخروف هيديك تحويل ومناعه 100%، فعلا، تمام، هيديك من 6 ل 7 او 9 او 8 كيلو، هو ده اللي بيحصل. في ناس هتقول لك الخروف بيحول 12 كيلو و10 كيلو و13 كيلو، كل ده رزع وكل ده كلام في الفاضي، تمام. مفيش حول، مفيش خروف خلقه ربنا بيحول 13 كيلو، تمام، عن تجربه. اللي بيكلمك حاليا راجل مربي ومجرب، تمام، وعملت كل حاجه بايدي. حلو الكلام. الخروف النهارده اللي بيحول الغنم بتبدا معاك من 6 كيلو لحد 9 كيلو، يعني الخروف السوبر 9 كيلو، ده بنسبه 80% في الغنم. طب بنسبه 1% هتلاقي خروف بيديك 10 كيلو، بيبقى خروف فلتة كده، تمام. يبقى يا رجاله الحوض اللي انت هتجيبه النهارده في الوقت اللي احنا فيه ده، النهارده كام؟ النهارده 12/3/2023، يعني باقي على العيد من 100 ل 90 يوم، وانا بقول لك الخروف بيحول من 6 كيلو ل 9 كيلو. خير الامور الوسط، خلي الخروف هيحول 7 كيلو، يبقى 7 في 3 شهور ب21. يبقى عشان اعرف ابيع خروف لحم في العيد اقل وزن 50 كيلو، عشان اعرف اركبه على الميزان او انزل بالسوق وامسك فيه قرش، تمام. يبقى المفروض ادخل الحولي كام؟ 30 كيلو.